جريدة الصدى السياسي الوطنية والدولية اللي حضرت معكم في هذا المعرض الدولي للفواكه الحمراء، وحضرت كذلك عندكم في التعاونية ديالكم. عطينا التعريف، الاسم الكامل والتعريف ديال هذا المنتوج ديالكم. السلام عليكم. الاسم ديالي أحمش خديجة، المهم منطقة سيدي إفني، جهة قلمي مودنون. جينا كان المعرض ديال الفواكه الحمراء على حسب المنتجات اللي عندنا ديال الكاكتوس. الحاجات اللي كنخدموا فيهم المهم الزيت ديال الاركان والزيت ديال الهنديه اللي معروفين، وكاين عندنا هذا البودر ديال بزاف، هذا كاع يعني فيه شحال ديال الحوايج زوينين، ولكن كاين الناس كيدوا عنا بزاف. هذا كيتصايب من الدرجه ديال الهنديه، ما فيه حتى شي اضافات. يعني هذه المنتوجات اللي كتعرضوا نتوما هنايا في هذا المعرض هذا، يعني ليش كتصلاح مثلا؟ كاين عندنا الزيت ديال الاركان مزيان للشعر ومزيان للوجه، وكاين عندنا السيروم تا هو على حسب التساقط ديال الشعر، كيحمي الزغبه وكيقويها. عندنا الزيوت ديال الهنديه تا هما راه غني عن التعريف، كاين فيه السيروم ديال الجسم وكاين ديال الشعر. كاين عندنا هذا البودر معروف صحاب السكر والكوليسترول، وكاين عندنا المهم زيوت اخرين بحال ديال الخروع، ديال الزيوت الاخرين طبيعيين. كاين عندنا الصوابن، كاين ديال الحبه السوداء وكاين ديال الجنجلان، وكاين عندنا هاد لاكامت يلاه درناه ديال الرجال، فيه السيروم ديال الحسام اللي كيحسن وباش كيدير على حساب الشعر، وعندنا الصابون كيحسن به وعاود كيغسل به وجهه. كاين وهاد المنتوجات كاين شي اقبال عليهم؟ الحمد لله الحمد لله، كيكون عندنا التسويق يعني سواء محليين او دوليين. وكان السيده كتحضر في معارض بالنسبه لاوروبا، حضرت فرنسا، اسبانيا، مشات لالمانيا، وفي المعارض الثاني حضرنا في مكناس، حضرنا في اكادير. عرفتي راك قبل كانت كورونا، ملي حبستنا كورونا راه تحبسنا، ملي ثاني رجعنا الحمد لله.